الجزء التاني من المنظمات اللي بتغير شكل التسريحة. بس قبل ما نبدأ الفيديو انا عايزاكم تشتركوا في القناة يا جماعة. اشتركوا، انا فيديوهاتي جميلة، انتوا ليه مش بتشتركوا؟ واعملوا لايك وما تنسوش تصلوا على النبي واشتركوا في القناة. هتجيبي مراية زي كده، انا جايبة واحدة ووريتها لكم في الفيديو اللي فات. هتجيبي برضو منظم الفرش دوت، برضو انا جايباها برضو ووريتها لكم. هتجيبي علبة للبيوتي بلندر، وهتجيبي صينية او منظم للبرفيوم ومنظم للسكين كير. ممكن برضو تجيبي اكليريك عادي زي كده، او عايزة تجيبي بقى مراية انت ونظامك او انت وذوقك. وهتجيبي منظم للشوار والمكوى والفرش والمشاط. في بنات بتجيب هاند ميد وفي بنات بتجيب منظمات عادي. هتجيبي شنطة للميك اب، ممكن تجيبي شنطة كبيرة ممكن تجيبي صغيرة، برضو انت حسب استخدامك يعني واستعمالك. وهتجيبي الازايز دي او العلب دي الفاضية علشان تحطي فيها المرطب والغسول واي حاجة لو انت مسافرة، يعني عشان ما تبهدليش نفسك يعني على الفاضي. يلا اعملي بقى لايك وما تنسيش تصلي على النبي واشتركي في القناة وشوفي بقية الفيديوهات.